اليوم كان لنا الشرف وعندنا الشرف وعندنا الحظ يعني باستضافة سعد صدق البيطري رئيس الجامعة المغربية الملكية للجمباز، واحد ابناء مدينة مراكش الباررة بطبيعة الحال، احد المسيرين المحنكين بطبيعة الحال، للإفصاح بطبيعة الحال على عدة نقاط تتعلق بمواضيع عديدة، ابرزها البطوله الافريقيه اللي غتنظمها مدينه مراكش بطبيعه الحال في نوع رياضي لاول مره، وكذلك بزاف ديال النقاط اللي غنتحدثوا فيها مع السي عبد الصادق بيطري. اولا مرحبا بك سي عبد الصادق وشكرا على قبول الدعوه. اولا شكرا لكم على الحضور وعلى التتبع المتميز. شكرا لمراكش الرياضيه مباشر. تحصل لي الشرف انني نكون معكم ضيف هذا اليوم هذا. سي عبد الصادق، يعني كمدخل اساسي في الحوار ديالنا اليوم بطبيعه الحال اللي هو بشكل مباشر، مدينه مراكش يعني غتنظم بطوله افريقيه في رياضه الترومبولين يعني لاول مره في المغرب. قبل ما ندخلوا للحيثيات ديال البطوله ديال التنظيم كي جا التنظيم، يعني اولا الناس غيبغيو يعرفوا، وحنا يعني الهدف ديالنا والبدء ديالنا من خلال الفيديوهات هو يبقى مرجعيه ويبقى يعني اي واحد رجع للفيديو يستافد معه. يعني التعريف ديالك لهذه الرياضه اللي غتكون جديده يعني على المغاربه على ما اعتقد. اولا هذه الرياضه هي رياضه من بين 8 الرياضات اللي هما تيحتضنهم الاتحاد الدولي للجمباز. والشيء الجميل هو ان الجامعه الملكيه المغربيه من بعد ما كانت معروفه يلا برياضه الجمباز الفني والجمباز الايقاعي، تزد فاش توليت انا رئاسه تاع ولات عندنا الجمباز الايقاعي. دروكا شاركنا في البطوله الافريقيه في رياضه هذا الترامبولين بمصر، ايضا شاركنا في البطوله الافريقيه في الايروبيك في مصر، ايضا شاركنا في الجمباز الايقاعي، ايضا شاركنا في بطوله العالم في الباركور اللي هو رياضه جديده اعتمدها الاتحاد الدولي. يعني الجامعه من بين الجامعات القلائل على الصعيد الدولي اللي منخرطه في 8 ديال في جميع الانواع الرياضيه المعتمده من طرف الاتحاد الدولي. كيف تيجي هذا التنوع ديالها؟ انا مني توليت الرئاسه الحمد لله في الجامعه الملكيه المغربيه، خديت على عاتق ديالي اننا ما نبقاوش منحصرين في رياضات ديال الجمباز الفني الجمباز الفني ذكور واناث. علاش؟ لان الجمباز الفني اولا تيخصك ليه امكانيات قاعه ذات مواصفات دوليه، اللي خصك قاعه على الاقل اولا ب 2 مليار سنتيم باش هيئه، ثانيا المعدات تتفوق تقريبا 600 مليون سنتيم، وهذا كله ما يمكنش تحققه الجامعه الملكيه المغربيه. فارتأينا في البرنامج اننا خصنا نبحثوا على منافذ اخرى اللي يمكننا نوصلوا بها بسهوله الالعاب الاولمبيه ونوصلوا بسهوله العالميه والبطوله الافريقيه. فمن بعد الدخول ديالي الحمد لله كعضو في الاتحاد الدولي، ثم كعضو في الاتحاد الافريقي، ثم كعضو في اتحاد البحر الابيض المتوسط، كما رئيس ديال الاتحاد المغاربي، فبالتالي بديت كي قالوا حنايا تنشوفوا فين تتعرف المعالم والخبايا ديال التسيير ديال التدبير على الصعيد الدولي. فالحمد لله في ظل العلاقات ديالنا مع السيد وطنا برئيس الاتحاد الدولي، فحصلنا على بساط ارضي بالمجان من عند السيد رئيس الاتحاد الدولي في رياضه الايروبيك، وبالتالي ولات عندنا فريق ديال الايروبيك شاركنا فيه بطوله افريقيه. ايضا فيما يخص هذه الرياضه الترامبولين، فالحمد لله اللي حضرت البطوله الافريقيه فكان تيستافد من المعدات. المغرب كان بعيد على هذا الاحتضان. الان نتوفر على بطل ببلجيكا فالحنصاليه، فبالتالي شاركنا به البطوله الافريقيه في مصر حتى للمرتبه الثالثه افريقيا، وصل كل من مصر وجنوب افريقيا. الان الحمد لله المغرب خدينا على عاتقنا في التربيه العموميه الاخيره اللي كانت في تركيا ان المغرب قدم الملف ديالو للاحتضان وتقبل الاحتضان ديالو. هذا الاحتضان تيستافد من البلد المحتضن بجوج ديال لي براتيكابل اللي هما عندهم مواصفات دوليه، ولا بغات الجامعه المغربيه انها تستافد وتشري هاد لي براتيكابل الامكانيات الماديه ديالنا ما يمكن ليناش، فبالتالي عطاهم لنا الاتحاد الدولي بالمجان مع شركه اللي هي شركه صينيه تايشن. ف
يمكن ريزيرفينا حنا تقريبا واحد 30 مليون في 361 مليون بالمجان. خلصنا الديوانه، هذا هو العائق الكبير اللي كان من هذا المنبر كنت نطلب انا باش الوزاره الوصيه انها تدخل باش نتعفاو من اللي نحن تنديروا الرياضه ما تنديروش التجاره. فخلصنا تقريبا واحد المبالغ كبيره في الديوانه. الان سبحان الله تنفرعوا على هذه الجهازين بالاضافه الى جهازين اخرين، يعني عندنا 4 الاجهزه الان في الجمع العام الاخير ديال الجامعه الملكيه المغربيه للجمباز. ف نخرطوا معنا جمعيات اللي بغاو يديروا هذا التخصص ديال الجمباز ترامبولين. فبالتالي الجامعه ما كان لها الا تعاونهم بهذه الاجهزه اللي ما يمكنش يزالوا. فبالتالي غادي يولي عندنا واحد المشتل كبير، بحال مثلا الكوكب الرياضي مراكش مختصه في الاناث في الجمباز الفني، اليوسفيه ايضا في الاناث والذكور في الجمباز الفني، الدار البيضاء في الترامبولين وفي الجمباز الفني وفي الجمباز الايقاعي، مارتين متخصصه في الجمباز الايقاعي. يعني بدينا تنوجهوا الانديه يديروا اختصاص في واحد النوع رياضي، وهذا اللي يسهل عندنا ان نكونوا منتخب وطني في جميع الديسيبلين. اخر منتخب اللي كاين هو البطوله ان شاء الله المغربيه اللي غتكون في الرياضه ديال الباركور، اللي عرف بان فوز بطل مغربي ببطوله العالم في اليابان. بالتالي عندنا ابطال حنا اللي كاينين في الولايات المتحده وكاين في اليابان اللي غادي يقولوا الكلمه ديالها. عندنا ايضا حكم دولي الان فاش نهضر معكم هو كاين في تونس، دوز امتحان دولي في التدريب، اختير من بين الثلاث المدربين على الصعيد الدولي، واصبح عضوا في اللجنه الدوليه للباركور. خلال الاجتماع الاخير اللي اجتمع فيه المكتب المديري، فبالتالي وضعنا واحد البرنامج وطني اللي الحمد لله غادي يكون اشاع كبير عندنا في المغرب في رياضه الجمباز الايقاعي والجمباز على ذكر الجمباز الايقاعي. فاحنا الاولين الثانيين عربيا، وان في بطولات المغرب بطولات العرب اللي كانت هنا في 2018 حكينا المرتبه الاولى. استاذ غتسمح لي، حنا العربي جايين ما هو غنبقاو في هاد يعني في الترامبولين والبطوله الافريقيه. يعني غير كيفاش جاتكم الفكره تاقوا فيكم؟ اولا حنا كنا كنعرفوا يعني ما كناش متوهجين في هذا المجال هذا، تاقت فيك الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي كذلك. يعني اشنو الخطه اللي نهجتي والسياسه اللي نهجتي خديتي الثقه ديالهم، وكذلك يعني اش موجدين، اشنو يعني تسليط الضوء على هذه البطوله الافريقيه؟ يعني الناس اللي كيتابعونا الان غيبغيو يعرفوا كل كبيره وصغيره التاريخ ديالها، الدول المشاركه، بزاف ديال الامور. شكرا. هو فيما يخص هذا كيفاش المغرب اختار هذه اللعبه اللي هي غير معروفه وما معروفش فيها هو على الصعيد معروف على الصعيد العربي والافريقي، ولكن كيفاش اختارينا باش نديروا هذا التعلق نتاع اننا نمشيو ديريكت للبطوله الافريقيه. اولا كان عندنا اجتماع في الاتحاد الافريقي اللي كان في تركيا. فملي كانت هذه البطوله شكلنا كاين شارج بانه في صالح المغرب. اولا بطوله افريقيا خصنا نتواجدوا تنفيذا للرساله الملكيه، يجب غزو افريقيا والتعريف بالتراث ديالنا والتعريف بالمرجعيات الصحراء المغربيه. ايضا ما خليناش نخليوها لينا كان مرشحه جنوب افريقيا، فقدمنا الطلب ديالنا كان جنوب افريقيا وكان المغرب. فبالتالي في اخر لحظه اخترت سميتو مني شافت بان جميع العرب كلهم كانوا متكتلين، كانوا مساندين للمغرب، وهذا تنوجه له هذه المناسبه الشكر الجزيل باش المغرب يحتضن. فبالتالي حولت الاحتضان ديالها الى البطوله 2023 فيما يخص الجمباز الفني اللي غادي تكون في بريتوريا، اللي غادي يمشي المغرب ان شاء الله في شهر 5 يشارك فيها. فبقى المرشح الوحيد هو المغرب. فكنا شي تحملات تيقول بان البلد المنظم لهذه الرياضه بشراكه مع الاتحاد الدولي، غادي الاتحاد الدولي يعطي واحد الهبه فيما يخص التجهيزات، ويعطيه واحد الاكاديمي ديال التكوين. فالتجهيزات اللي هي كي قلت لكم بالنسبه لمنحه الجامعه ما يمكنناش نشريوها، فارتأيت ان خصني نضرب انا عصفورين بحجر. اولا التعريف بالمغرب افريقيا في هذه الرياضه، ثانيا ندخلوا لهذه الرياضه اللي حنا محتلين فيها المرتبه الثالثه افريقيا، والاستفاده من هذا التجهيزات. فبالتالي شديت الموافقه ديال الوزاره الوصيه مشكوره، فاحتضناها. كانت تكون في الاول في مدينه الدار البيضاء، فنظرا لاصرار المجلس الجماعي ومجلس جهه مراكش على انه غيدعمنا في هذه التظاهره، فنقلناها الى مدينه مراكش، الى قاعه اللي هي من القاعات احسن القاعات على الصعيد الوطني، اللي هي قاعه اومنيس بوليتي، داروا فيها لقاءات دوليه، والان فيها واحد اللقاء حتى هو دولي. يعني هي ثاني
قاعة من بعد قاعة بن ياسين في المغرب، وهي حدا القاعة أحسن قاعة في إفريقيا في الجمباز الفني وتخصص الجمباز الفني هي قاعة المحاميد اللي هي المركز ديال القلب النابض ديال الجمباز على الصعيد الوطني. فالحمد لله المجلس الجماعي والجهه انهم داروا الموافقات ديالهم والسلطه المحليه الان غيتحتضن في الفتره ما بين 23 و 27 فبراير 2023. في الحقيقه كانت هناك عده طلبات من اجل المشاركه، لكن كنا التحملات كان جد صارم في المشاركه، يعني انك خصك تكون شاركتي على الاقل في واحد جوج بطولات سابقه دوليه. فبالتالي كاينه هنايا عندنا كاين المغرب، كاينه دوله الجزائر، كاين الحمد لله كاينه تونس، كاينه انغولا، كاينه مصر، في انتظار جنوب افريقيا ان شاء الله اللي غتكون مشاركه، يعني دول اللي تم الاختيار ديالها لان تتوفر فيها الشروط القانونيه تتوفر فيها حتى كل نوع ديال التحملات. فاتخذنا جميع الاجراءات الاداريه والقانونيه واللوجستيكيه من اجل المشاركه. المغرب غادي يشارك بواحد الوفد كبير اللي هو وفد تيتكون من 11 بما فيه الشابات والشبان. هو اول مره المغرب ان شاء الله يعمل على هذا الاطار. في هذا الاطار او نطمحوا ان تكون هذه انطلاقه ديالنا في شخص صالحي اللي ان شاء الله غادي يحاولوا انه يشارك في جميع البطولات العالم وجميع البطولات الافريقيه من هنا ل 2044. ونحاولوا ان شاء الله نقبضوا واحد التاهل تاع الالعاب الاولمبيه 2024 بفرنسا. يعني بالصادق ما غتكونش يعني تنظيم من اجل التنظيم بطبيعه الحال، يعني حنا كنطمحوا بطبيعه الحال، يعني كنعرفوا الاصرار ديالك، كنعرفوا العزيمه ديالك، كنعرفوا السياسه ديالك بطبيعه الحال في التسيير. يعني انسان اللي عندك تحدي كتبغي تربح، يعني غنشوفوا ابطال مغاربه اللي غيتعزف في النشيد الوطني ان شاء الله، يعني هنا في المحاميد، يعني في مراكش في المغرب. انا اللي غادي نقول لك اللي غادي نضمن لك اولا غادي يكون حسن الاستقبال، ثانيا هو ان المغرب وجامعه المغرب اصبحت رائده في الجمباز على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد الدولي. لو ان ما كانش فيها الثقه وما كان على الصعيد ما يتمش الاختيار ديالي ممثل للقاره الافريقيه 6 ديال الناس في الاتحاد الدولي، ايضا ممثل للقاره الافريقيه بالنيابه الثانيه في الاتحاد الافريقي، ايضا نائب الاتحاد العربي، ايضا رئيس الاتحاد المغاربي. كل هذا انه تنشكر اولا بهذه المناسبه الدول العربيه اللي لقيتهم سند قوي في هذه المؤسسات الدوليه. فبالتالي المغرب اصبح في هذه المحافل هي اللي يقول المغرب باين ضم. اولا حسن التنظيم، حسن الاستقبال، ثانيا تنشاركوا ماشي من اجل المشاركه بل اجل الظفر بالالقاب. وتنقول لك في وسط مصر حط لنا المرتبه الثالثه، في وسط مصر في الجمباز الفني تعزف النشيد الوطني مرتين، ايضا في مدينه مراكش ان شاء الله غادي يتم عزف ديال النشيد الوطني. وتنتم ان نكونوا خير اختيار اللي نكونوا في المستوى ديال الاختيارات افريقيا المدينه مراكش. وهذا غادي يعطينا واحد ان ترومبلان اللي غادي يعطينا عرفتوا بان المغرب، وهذه مناسبه نقولها في هذه القناه لاول مره، ان المغرب غادي تحتضن البطوله الافريقيه المؤهله للالعاب الاولمبيه باريس 2024 في هذه القاعه هذه ديال مدينه مراكش. وبهذا اللاعبين اللي عندنا لاعبين قويين على الصعيد الافريقي. وانا من هذا المنبر تنقول للاخوان بان سنتوج ان شاء الله في رياضه الترامبولين، وسننزع بطاقه تهيئ او بطاقتين فيما يخص الالعاب الاولمبيه 2024. ومن بعد هذه ان شاء الله غادي يولي الهدف ديالي والهدف ديال الدوله المغربيه الحمد لله هو اننا نستضيفوا المؤتمر الدولي ديال 2000 الانتخابي ديال الاتحاد الافريقي ديال 2025 بمدينه مراكش، لان استضفناه واحد المره في مدينه مراكش، وغيتبقى مدينه مراكش هي البلد المضيافه لاكبر التظاهرات واكبر. والحمد لله مادام ان المجلس الجماعي في الجانب ديال كل جهه في الجانب ديال وهذا السلطه المحليه في مدينه مراكش، ان اللي رديتوا البال بان كاينه واحد الكثافه ديال الاقبال على التنظيم ديال البطولات الدوليه والبطولات العربيه والبطولات القاريه بمدينه مراكش. هذا ما جاش هباء منثورا، ولكن جاء من اجل ان كاين واحد تضافر الجهود بين المجالس المنتخبه وبين السلطه المحليه وبين الصحافه المراكشيه. بهذه المناسبه اللي تنقول بان اي تظاهره رياضيه دوليه كيفما كانت تنظم مدينه مراكش يجب اعطاء الاعتبار لساكنه مراكش ولمجالسها ولطاقمها ولصحافتها ولمواطني مراكش. فمراكش الان اصبحت
تحمل منبر ديال المرتبه الاولى سياحيا، وليس. وبهذه المناسبه ابشركم بان المجلس الجماعي احتل المرتبه الثالثه على الصعيد الوطني من بين 105 المجالس الجماعيه في حسن التسيير والتدبير والانفتاح على المجتمع المدني. السبب السادس غنبقى معك في البطوله الافريقيه، وهذه المره غنلمسوا الشق ديال الكومبيتيسيون كيف كيتقال، يعني الاستعدادات ديال هاد الابطال واش يدخلوا في كونسونطراسيون، واش داير لهم شي برنامج. يعني كاين برنامج، يعني تحيلنا على البرنامج اللي كاين قبل من الدخول في هذه التظاهره الافريقيه اللي بطبيعه الحال الان حمستينا باش نشوفوها وباش يعني نعانقوا من خلالها الابطال ديالنا ونشوفوا يعني التوهج ديال المغاربه في هذه الرياضات. هو في الحقيقه اللي شاف بطولات عالم الانديه واللي شاف البطولات اللي دازوا، لابد اننا نقول بان خصنا نكون في المستوى ديال التنظيم، ولا ما نخلي غادي يبدا الناس يتشفاو فينا. ولكن لا، انا تنقول لك غادي يكون تنظيم تاريخي، تنظيم انا اعتمدت في التنظيم على الثقافه المراكشيه، على الدقه المراكشيه، على مع الافتتاح دابا. الافتتاح تنقول فيما يخص الافتتاح غادي يكون افتتاح جد متميز، غادي يكون فيه الاهازيج الشعبيه، الطابع الاصيل المراكشي باش نعطي ديك الملسه ديال مراكش. ايضا الطابع الاصيل ديال ارتباط الشعب مع العرش، مع جلاله الملك في الدفاع عن الوحده الوطنيه. غتكون القضيه الوطنيه حاضره بقوه في البرنامج ديالنا. ايضا فيما يخص الشعار، لشتو الشعار ديال اسنو انه ايضا فيه شعار يرمز الى التراث المغربي الزليج. ايضا في الشعار او الكتبيه وما ترمزه من دلاله تاريخيه ومن عمق ديال 12 القرن ديال الدوله العلويه. فبالتالي كاين واحد الايحاء، غنخلي لكم هذه المفاجاه ان شاء الله في الافتتاح. وهذا الشيء ما جاش من فراغ، ولكن باجتماعات ماراثونيه مع اعضاء المكتب المديريه الجامعه. فبالتالي انا كان عليا ندير التحدي، لان جيت ورا واحد البطولات قويه اللي رفعت واحد الايقاع كبير. فما على مدينه مراكش والمجلس الجامعي ديال مدينه مراكش الا ان يكون في المستوى ديال هذا التنظيم. بالنسبه للاعبين اللي غيشاركوا يعني بالنسبه الابطال ديالنا واش كونسونطراسيون واش كاين شكرا على هذا. يد اللي البنادم اللي تيخطط لهذه الامور هذه، الا عندي واحد التخطيط اللي هو كان بعيد المدى. عندي ليكيب ناسيونال انها تترين دركا في الدار البيضاء، لان تما كاين ليكيبمون كيف شفتوا راه جا جديد، جا من الصين عندي هنايا في القاعه المحاميد. غادي تبدا الكونسونطراسيون ليكيب ناسيونال ابتداء من نهار من 12 شهر جوج. غادي يجوا الابطال المغاربه اللي كاينين في الخارج وابطال المغاربه اللي كاينين في المغرب، وغادي يكون واحد المعسكر مزدوج بيننا وبين المعسكر وبين الدوله الشقيقه تونس هنا في هذا المقر. فغادي يكون معسكر مغلق الى غايه الدخول في البطوله الافريقيه ان شاء الله. سي عبد الصادق، يعني غنتحمل عليك اليوم، كاين انا وكاين صابر، غنخلي صابر عاوتاني لامس عاوتاني واحد الموضوع اللي باش عاوتاني تفصح ليه على الجديد ديالو. صح داير بالنسبه للتساؤل اللي تيتسالوا الاخوه الكرام، هو اشنو الفرق بين الجيمباز وهذا الترومبولين باش يكون الفكره بسيطه. الفرقه اولا كلمه الجمباز هو تدل على واحد 8 ديال الانواع الرياضيه اللي معتمدهم الاتحاد الدولي. الجامعه الحمد لله مشاركه ومنخرطه في هاد 8 ديال الرياضات. كاين رياضه الجيمباز الفني ذكور واناث، هو اللي كنا تنتبعوه في المناسبات. هو اللي تدي فيه الكوكب بطوله المغرب وكاس العرش لمده 4 سنوات متتاليه. هو اللي كان تيجي، هو اللي تهلت فيه ناعمه الغواتي الالعاب الاولمبيه، هو اللي تيعرفوه المغاربه كاملين. كاين الجيمباز اللي بغينا نديرو دوك البطوله الافريقيه، الجيمباز الترومبولين. هذا الترومبولين هو واحد الجهاز فيه 12 متر اللي فيه واحد القفزات تيديروهم بالعلو اللي خصو يطلع واحد العلو فوق من 9 متر، ويدير واحد العمليات ديال الجيمباز تيديرهم عمليه اللي منصوص عليها بالتنقيط ديالها. هذا هو الجمباز الترومبولين. كاين الجمباز الايقاعي اللي المغرب دا فيه بطوله المغرب بطوله العرب في 2018 ودا المرتبه الثالثه في بطوله افريقيا ومتواجد على الصعيد الدولي. هو داك اللي تيلعبوا به بدوك لي ريبون بالسيرسو بديك لي ماسو تيلعبوا واخد اختصاص البنات، ودروكا مؤخرا دخلوا فيه حتى الدراري في الميكس في الديول. هذا هو الجمباز الايقاعي. كاين الباركور اللي هو رياضه شعبيه اللي ولاو كتعرفوها. كاين الباركور اللي تيدير في الهواء الطلق، وكاين الباركور اللي تيدير داخل القاعه. حنا الجامعه تدير الباركور اللي هو داخل القاعه اللي هو فيه واحد القفزات بواحد العلوم مميز، واحد الحركات اللي هي معتمده من الاتحاد الدولي اللي هو اصبح دروكا عنده واحد القاعده شعبيه كبيره اكثر من 3 الملايين دروكا اللي وصلنا تحت المنخرطين على الصعيد الدولي. يعني عنده واحد القاعده. وفي المغرب نهضه الافتتاح ديال بين بدا الباركور فجاتني 700 واحد
فاستعنت بالسلطه من اجل التنظيم ديالها في 7 ايام عاد فاش تختارت المنتخب اللي فيه 24 اللي عندنا ابطال اللي هما كاينين في امريكا، كاينين في بلجيكا، كاينين في الصين اللي هما شاركوا في بطولات العالم الاخيره. المساله الثانيه كاين الايروبيك، هذا الايروبيك ما كانش عند المغرب نهائيا، الان اولات عندنا تجهيزات ديال الايروبيك، وهي القاعه الجديده اللي درت في طيط من الليل، اللي بهذه المناسبه هي ثاني اكبر قاعه في المغرب، اللي اول قاعه في افريقيا تحتضن الالعاب 3 الانواع الرياضيه، تحتضن الجمباز الفني والجمباز الايقاعي ورياضه والايروبيك. هذا الايروبيك هذا الجهاز هو اللي تلعب فيه بطولات العالم، صبح عندنا اللي هو تيدير تقريبا واحد 600,000 درهم، فقبضناه حنا الجامعه في العلاقات مع الاتحاد الدولي بالمجان. فبالتالي شاركنا في اول بطوله افريقيه في السنه الماضيه، شاركنا في مصر الحمد لله. اول مشاركه كانت مشاركه جد متميزه، والان حنا عندنا فريق وطني سواء في المجموعه او في الجروب او في الديول، فان شاء الله في المستقبل غادي يكون عنده الكلمه ديالو. كاين ايضا الجمباز فيما يخص قلت لك الجمباز الايقاعي والفني وترومبولين، وكاين الجمباز للجميع اللي هو خدامين فيه وتيبغي لو جروب باش ندخلوا فيه، باش نوصلوا ان شاء الله فيه حتى هو المشاركه الاولى لتنظيم بطوله وطنيه عاد نشوفوا على الصعيد الدولي. ان شاء الله جد نتمنوا كامل التوفيق لكم السي صدق. نتحدثوا بالنسبه دابا نخرجوا من البطوله الافريقيه ونتحدثوا بالنسبه للاشعاع اللي صباح عند الجمباز، وحنا تنعرفوا وتابعناك عن قرب السي عبد الصادق سواء في بن شقرون او القاعه ديال محمد البقال في كيليز. نتحدثوا اولا على محمد البقال، فين وصلت هذا لاصال والحديث ديال انه تنعرفوا ان محمد البقال تما المنبع ديال الجيمباز وجداني مع المراكش، سيرتو انه كانت الجيمباز سيرتو مع الناس ديال لي زيترونجي الفرنسيين كانوا عندهم اقبال بزاف عندهم كي قال سي محمد واحد الارتباط وجداني. نتحدثوا على هذه القاعه نرجعوا للاشعاع اللي وصلت لهذا هذه الرياضات. في الحقيقه قاعه الجيمباز محمد البقال من تحدد لها تنحس بواحد الغضب شديد. علاش؟ لان هذه قاعه الجيمباز قاعه محمد البقال هي الانطلاقه ديال الجيمباز على الصعيد الوطني. ما تنقولش لان كان ديك الساعه الفرنسيين مع 1933 وديك القاعه تاسست هذيك القاعه في 1933 تقريبا. فاش كانت ديك الساعه المقيم الفرنسي تيتريني فيها، كانت فيها باقي في العالم تراص فيها تيران ديال الفولي، كانوا تيديروا رياضه الفولي، من بعد بداو تيديروا البادمنتون، من بعد عاد ولات قاعه ديال الجيمباز. هذيك قاعه الجيمباز هي اللي خرجت ابطال كبار، منها توهجت لكوكب الرياضي المراكشي على الصعيد الوطني. اولا جات كوفيد تسدات، اولا بدلت لها التجهيزات، درت لها التجهيزات دات مواصفات زوينين، كان عندها اشكال ديال السقف ديالها القطره وكان عندها اشكال. من بعد ما الحمد لله تحركنا في الجامعه من بعد هاد كوفيد لهنا درت مراسلات الى السيد مدير الاكاديميه على اساس استئناف النشاط. لم اتلقى اي جواب. اقترح على السيد مدير الاكاديميه في الرساله انني مستعد انني نعاود لها الصيانه ديالها بما يقدر 600,000 درهم اي 60 مليون سنتيم، ونردها في واحد الحله لحله جديده اللي تليق بالتاريخ ديالها وتليق بالمراكشين. لحد الان هي مسدوده. كنت بندير لها الصيانه، انتظروا بشده قرار السيد مدير الاكاديميه من هذا المنبر هذا باش يعطينا الضوء الاخضر. رغم مشكوره السيده رئيسه المجلس الجماعي تدخلات هي والسيده مديره الديوان واتصلت مباشره بالسيد مدير الاكاديميه، الى ان لحد الان لازلنا ننتظر اي تحرك، يا اما تسد ونهزوا الماتيريال ونشوفوا، واما يخليو دوك الوليدات اللي كاين المحيط، لان كانت تتعيب ذاك المحيط الابتدائي والمدارس اللي انا مني الرياضه ولات تابعه لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. زعما تمنيت خير، قلت خير هذه المؤسسه التعليميه غيتولي داخله، فاذا به الان انا يحس في نفسي انني انا تنمد يديا وتنطرح من هذا المنبر باقي تنقولها 600,000 درهم انني نعاود لها الصيانه، ولا ما رديتها بواحد الحله جديده تليق بالمراكشيين والمراكشيات ما يعطيوهاش لينا، ماشي يعطيوها لنا، تسير بطريقه توافقيه مع الجامعه الملكيه او مع العصبه الجنوب ديال الجمباز وايضا مع الاكاديميه، ويمكن يستافدوا منها حتى التلاميذ ديال المؤسسه التعليميه، فهي مفتوحه 7 أيام في الاسبوع. نوفر لهم انا المدربين، نوفر الامكانيات، يمكن لي نمشي معاهم تنتحمل تنقول ديال دوك الابطال اللي بغيو يشاركوا في بطولات جهويه او وطنيه او دوليه، لان هذيك المدرسه هذيك عندها مرجع تاريخ، راه عيب وعار انها تبقى هكاك خربها. الان دروكا اللي سمعت انه ولاو تيطلعوا لها المتشردين تيتناول فيها الخمور، يعني ولات في واحد الحاله اللي هي حاله يرثى لها. الان تنقول اناشدك كما ناشدك
ذاك المجلس الجماعي السيد مدير الاكاديميه اتخاذ واحد الخطوه تكون خطوه جريئه، وتنعرف بين السيد مدير الاكاديميه بان في هذا العمل راه ما يبخلش، وتنتمنى ان يوصلوا هذا الميساج انني مستعد ان نمد لك يديا ونتعاون معك سواء فيها او ايضا داخل المؤسسه التعليميه من اجل الرفع من قيمه الجمباز والرد الاعتبار لابناء مدينه مراكش. نتمناو كي قلتي هذا الميساج يوصل للسيد مدير الاكاديميه. السي عبد الصادق، حنا كنا تنشوفوا لي بارون سواء من كيليز الدوجيات كانوا تيجيو تما، كانوا تيمشيو للدوجيات. الان المقر او بهذه الحله الجميله، لا الحله الجميله الان اللي في القاعه المغطاه المحامد هنايا تنشوف لي بارون تيجيو من الدوجيات. واش هذا الشيء ما اثرش على حتى الانخراط ديال القاعده ديال النادي عندكم؟ لا ماشي نأثر، بالعكس زادوا المنخرطين. علاش؟ زادوا المنخرطين من ناحيه المسافه وباش لا علاش جايك، علاش زادوا؟ لان لقاو واحد الوضعيه، داكشي اللي قلت لهم ما كذبت عليهم، لقاو احسن قاعه في الافريق، يعني ولاو مساكن تيتحملوا المشاق الدرب 14 كيلومتر 15 كيلومتر باش يجيبوا ولدو جوج المرات ثلاثه. انا الناس كلهم لي بارو تيقول لك قول لنا السبيطاري اش نديروا حنا باش تحل قاعه محمد. ملي قعدت معاهم وريتهم الماكيت، وريتهم التجهيزات اللي بغات تكون تما، تجهيزات مواصفات دوليه. انايا تنقول السيد المدير الا ما كانت تجهيزات مواصفات دوليه ما تدخلش لديك القاعه. باش نديرها تيقول لي، تنقول لهم انا سلت انا السيد المدير، تيقول لك حنا غنديروا انصور، نمشيو قلت لهم ديروا المحاولات ديالكم وشوفوا اللي بغيتوا ديروا، انا مستعد ان نوظف واحد الحله. درت واحد المبادره منهم هو انني حليت واحد القاعه جديده كاينه في تارقه، في طريق ديال الافاق، قاعه جديده اللي هي درتها الجمعيه ديال النخيل، اكاديميه النخيل المشكوره، اللي هي دروكا فيها تجهيزات تقريبا توازي التجهيزات اللي كاينه في المحامد، وفيها تقريبا ما يفوق على 150 ممارس. شوف هذه هي الحدا كيليز، وشوف شحال الممارسين اللي جاوا ومشاو لقاو نفس المدربين نفس المواصفات. اما انا كان تسميته عليه، انا تنقول لك لا تحلت قاعه محمد البقال ان ابطال غيتشوفهم كاينين من الثانويات المجاوره ومن الابتدائيات المجاوره انتهت تمايا. سي صدقي ذكرتي الثانويات والاعداديات المدارس، واش كاين شي كونفونسيون، كاين شي علاقات بين الجامعه الملكيه المغربيه للجمباز والرياضه المدرسيه، سيرتو انه تنعرفوا هذه الرياضه ولات عندها واحد الاقبال كبير سيرتو من الوليدات الصغار. استاذ الصادق راه ما ننساوش بانه استاذ ماده التربيه البدنيه واستاذ تبارك الله اللي تلمذوا عليه راه اجيال هو راك عارف هذه القضيه، وانسان اللي هو رياضي بطبيعه الحال. انا اكيد انا غنجاوب بلاصتو غنقول لك راه غيكون هذا. اولا انا راه كنت عضو في الجمعيه الرياضيه الجهويه ديال الاكاديميه مراكش، ووصلت اول واحد اللي تيوصل عضو الجمعيه الوطنيه على الصعيد الوطني. كنت انا عضو، كنت في المكتب التنفيذي ممثل ديال اساتذه التربيه البدنيه. كيف لا وان لا اوقعوا مع وزاره التربيه، انا من الجامعات الاوائل اللي وقعوا مع وزاره التربيه، يعني انا تطلبت لي شراكه مع مع الوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. بالتالي سريان هذيك في اطار التكوين واعاده التكوين راه غاديه مع عندي برنامج دروكا فيما يخص التكوين، انني غادي ندير واحد الدوره تكوينيه في التحكيم وفي التدريب لفائده اساتذه التربيه البدنيه، بالتنسيق مع مكتب التربيه البدنيه وبالتنسيق ايضا مع السيد مدير الاكاديميه. ايضا البطوله المدرسيه اللي بتكون البطوله الوطنيه المدرسيه في رياضه الجمباز ايضا تكون في هذه القاعه المحامد، وعبد ربي يوفر للاكاديميه تنوفر لها في البطوله الجهويه وفي البطوله الوطنيه، الحكام على حساب الجامعه، التنظيم على حساب الجامعه، اللوجيستيك على حساب الجامعه. فبالتالي تنقولوا هي في هذا الاطار العمل التشاركي خص يكون عندنا تشارك في كل شيء، وما تنطلبوش شي حاجه، تنطلبوا انها تكون مفتوحه تحت اشراف الاكاديميه، ونحن تنقوم بواحد التسيير والتدبير ديال الحصص ديال رياضه الجمباز داخل قاعه ديال محمد البقال، وتنوعد انا المراكشيين انها غتكون قاعه مثاليه لا في التدريب ولا في التعطير ولا في التنشيط. صافي صادق، واش ما يمكنش نكون كيف كنقولوا ما نقولش العباره تنجروا الشحيمه، ولكن باش مدير الاكاديميه يجي يعني غيكون من مدعوم بطبيعه الحال ديال الحفل الافريقي بطبيعه الحال اللي غيكون، وانا اكيد بان راه غتاخذ المساحه باش تهضر معاه، وانا اكيد بانه غيغرم بهذا غيبغي هذه اللعبه هذه، وانا كنعرفوا رياضي. يعني انا اكيد بان هذه البطوله الافريقيه كنتمناها تكون هي السبب باش تخرج التوهج للبقال.
الان في هذه القاعه عرفتوا هذه القاعه الان دوكا اللي فيها البطولات الدوليه واللي فيها بتكون فيها بطوله، هي قاعه تابعه لاكاديميه وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. وبالتالي فالطلب اللي حطينا السيد الرئيس وتنتمنى بانه غادي يوافق على هذاك الطلب على ان بنحتضنوا البطوله الافريقيه، وغادي يكون هو من المشرفين هو المدعمين وهو رئيس اللجنه التنظيميه. اقولها من هنا، هو رئيس اللجنه التنظيميه ديال هذه البطوله الافريقيه اللي ان شاء الله ما يمكن الا نكونوا في المستوى. ما يمكنش هذه الاحداث كلها كبيره اللي كانت تاريخيه اللي دازت في مدينه مراكش ونجيو حتى لابن مراكش البار اللي الحمد لله مدبر في الشان المحلي ومدبر في الرياضه في اكبر نادي. فبالتالي ما يمكنش ما تكونش واحد التعاون وما تكونش واحد الثقه تاع المراكشيين ان شاء الله باش يكتشفوا هذه الرياضه ديال الترامبولين الجديده بمدينه مراكش. ولا يفوتني الا انني ابشركم بان سوف الان في البرنامج الجامعه غتكون قاعه ايضا لرياضه الجمباز، خاص بالجمباز في منطقه سيدي سبناني. سي عبد الصادق، يعني بطبيعه الحال الحديث دشجون معاك بطبيعه الحال، غير غنهضروا على انجاز اخر كيتضاف لمدينه مراكش على يديكم كذلك، هو المقر الجديد ديال الجامعه الملكيه المغربيه للجمباز، وهذا خبر حصري على ما اعتقد في مراكش الرياضيه اللايف. يعني تحدث لنا كيفاش الفكره جات انتقال او نقل المقر الجامعه هنا بمدينه مراكش، وبطبيعه الحال الامور اللي غتشتغلوا عليها بطبيعه الحال خاصه على مدينه مراكش، عرفوها بانها قبله ديال المغرب وديال العالم بطبيعه الحال. هو في الحقيقه ما عندي ما نتسالكم. هو في الحقيقه هو ملي دخلت انا كان عندنا المقر ديالنا كاين عندنا في كازابلانكاز لمده تاع 34 سنه. وما ادراك ما كازابلانكاز. وما ادراك ما لمده ديال 34 سنه. فكانت من انتقلنا في اطار اعاده الهيكله ديالها، انتقلنا لواحد المقر اللي تكلفنا بزاف 18000 درهم في الشهر، يعني تقريبا تمشينا في 10 شهور واحد 18 مليون. يعني العبء كبير اللي تيمشي هذيك 18 مليون مشينا حنا في التكوين واعاده التكوين ديال الابطال. فارتأيت مع الاخوان المكتب انني شديت مقر في مدينه مراكش اللي هو بسمه كلائيه اقل بكثير من هذاك المقر اللي كان. درت جمعه غير عادي في مدينه اسفي اللي وافقوا على انه نقلته لمدينه مراكش. ايضا ما كانش عندنا المقر اللي كان تما، كان مقر ما تيسع ديال واحد المكتب ديال الكتيبه ومكتب ديال الرئيس، حتى الاجتماعات تنديروهم في القهاوي وتنديروهم في مقرات اخرين. فبالتالي قبضنا مقر اللي هو يليق بما اصبحت عليه جامعه الجمباز على الصعيد الوطني والصعيد الافريقي والدولي. فقبضنا مقر اللي هو عنده مواصفات دوليه، فبالتالي وتجهيزات جد قيمه وتليق بمستوى مدينه مراكش واهل مدينه مراكش وابن مدينه مراكش. فكل شيء حبت. فعقدت فيه اول اجتماع كان هو اليوم السبت في اطار التنظيم ووضع الخطوط الاخيره واللمسات الاخيره لتنظيم بطوله افريقيه. فالكل حبد، حتى اعضاء المكتب المديري ما كانوش يشوفوها اش واقع. فانبهروا من مستوى التجهيزات، مستوى اللوجيستيك اللي درنا تمايا. وان شاء الله غادي تكون فيه الدتشين وغادي تكون مراكش الرياضيه اللي هي عندها الخبر حصري، هي من الاولين اللي غادي يحضروا فيه الندوه الصحفيه اللي غادي يكون تيترأسها معايا السيد رئيس الاتحاد الافريقي للجمباز، وغادي تكون في ذاك المقر ان شاء الله، وغادي تقول لنا الارتسامات ديالكم ان شاء الله. ان شاء الله. سي عبد الصادق، كسؤال اخير باش نختموا به هذا البرنامج المباشر معك سي عبد الصادق. حنا تعرفوك رئيس الجامعه الملكيه المغربيه، كنا تنتبعوا الاخبار ديالك عن قرب. العديد انه العضويات اللي ولاو عندك مستوى الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي، هو باش تختم لنا والاتحاد الدولي نختموا به هذا البرنامج. هو فيما يخص كيف جاءت في الحقيقه، قلت ملي دخلت انا الجامعه كان عندي علاقات في الاخص فاش نظمت البطوله العربيه في 2018. فعلاقات لماذا لم المغرب ليس متواجد في الاتحاد الافريقي والاتحاد فباش عملت جاهدا ورفقه الاشقاء ديالنا العرب اللي دعموني كبير بهذه المناسبه، انني اصبحت عضو الاتحاد الافريقي اولا، ثم عضو الاتحاد العربي، ثم نظرا للديناميكيه والحركيه والاشتغال مع الاخوان كاملين تمايا، فكانوا السند لي بهذه المناسبه انني اصبحت عضوا. وفي تدخل تما تعرف خبايا الامور، تعرف كيف منين تستافد ماديا، منين تستافد الجامعه، بحيث ان الجامعه راه تستافد حتى بالتكوين. عمر الجامعه ما تستافد بالتكوينات، مبالغ جد هامه تتحولنا لنا. وثاني ماتيريال اللي شفناه، والماتيريال انا نقول لك الماتيريال دروكا اللي عندي دروكا ميزانيه الجامعه فيما يخص لي بيان اللي درنا فيها سميتو 7 مليار و340.
كانت عندنا ديفيسيتير، كنا تنشريو وتيتهرس داك الشيء. انا ملي قلت الباساسيون ما قلت حتى كرسي، قلت الجامعه لا ما عندها حتى شي حاجه، حتى ما قرتها اعتقد انك شديتها وهي مسدوده بعدا كانت ما عندي ما نساك انها كانت مسدوده، وحلينا بمفوض قضائي وعندنا بزاف د الحوايج وما لقيت فيها حتى كرسي. الان عندنا الميزانيه ديالها وراس المال ديال الجامعه هو 7 مليار و340، وعلى المراكشيين ان يفتخروا بابن مدينه مراكش ان الحمد لله دخل 0 درهم وخرج وغادي ان شاء الله طورت هذا الشيء ومازال غادي نطوروا. وعندي الهدف ديالي ان شاء الله هو انني نوصل ل 10 ديال القاعات على الصعيد الوطني. الان وصلت ل6 القاعات، باقي لي 4 ان شاء الله غادي نوصلهم في نهايه الولايه.